جيت نهضر على زعما خفيف يدي، انا زعما كنت ما متفقش مع خفيف يمشي، خصوصا انك لحد الان ما بقى لك والو على اللائحه الافريقيه باش انك تقدمها، باقي ما عوضتيش. الا كنتي غادي تجيب شي لاعب شوف واش غادي يصدق ولا ما غاديش يصدق. بزاف ديال البروفيل دازو في الرجاء وما بقيتش كنتشيق انا زعما في قلب الدفاع الا كنتي غادي تجيب لي شي لاعب عمرو لعب في البطوله وتلاجوا ديال البطوله. راه طرات لنا مؤخرا مع داك بالدي وبالعمر هضرت عليهم قبيله، لعابه اللي داك بن عمر بعدا خدمت عليه هذاك البيت اللي ماركا على سان داونز اللي عقلته في العربي الزاولي، هو اللي خلى انه هو اللي خلاه انه يكمل السيزون ويمشي. شي هذاك راه كان في اتحاد طنجه باش تكون عارف، كان شحال هادي مورها مشى عاد عاود رجع. دونك انا كنت باغي زعما عناصر الخبره يبقاو في الرجاء، يبداو العام مع الرجاء. ديك الساعه كنت غنانتيغري شي لاعب شاب ندخلوا شويه بشويه. ديك الساعه حتى جا الميركاتو الشتوي وكان شي لاعب باغي يمشي مرحبا، عندي ديجا لاعب اللي كونفيرماو لي انهم يستاهلوا زعما فهمتي الرسميه. وي واخا ندخلوا الملف ديال الدحماني اللي شفنا بوليميك كبيره ناضت عليه، دخلوا عليه بزاف ديال الفراقي، كان دخل عليه الجيش بركان، كان الماس تقريبا الوداد، كلشي كان خرج من الصفقه. بقاو تقريبا جوج فراقي اللي بقاو منافسين على اللعاب، في الاخر داتو الرجاء. واش هاد الهراج كامل انا اللي جيت نهضر على اللعاب والسيزون اللي قدم مع تواركا نقدر نقول لكم لعاب كونفيرمي، لكن واش غادي يصدق في الرجاء؟ حيت الاغلبيه راه دوينا على هذا الشيء، الاغلبيه على اللعابه اللي كيقربوا وكيجيو الرجاء وكانوا ديجا مكونفيرمي وكان عليهم واحد اللغط كبير راه كيجيو وراه ما كيعطيو والو. وي واخا نحلوا الملف ديال الدحماني معك سيف. انا بالنسبه لي الرجاء كنت كتلقى بزاف ديال المشاكل في لو كوتي اوفونسيف، هي انها كتعتمد على لاعب واحد اللي هو النفاتي. النفاتي كان مزيان، الرجاء كتكون مزيان اوفونسيفمون، تقدر تكون على جميع الاصعده، سواء الرجاء كامله كانت مبنيه على النفاتي. خاص شي واحد اللي ياخذ الغولي ملي ما يكونش النفاتي مزيان. جو بونس ملي كتشوف السوق ديال البطوله ما كاينش محسن من الدحماني كالي اللي غياخذ داك الغولي على نفاتي. النفاتي مثلا ضد الماتش فاش كان مزيان خرج لك واحد ماتياس فوالا واحد لاسيست لماتياس خلاه فاس، ولكن فاش كان ما مزيانش نساوش ديال شراره حتى هو هنايا. وي فاش كان ما مزيانش في الديربي وما كانش ايضا ما مزيانش مثلا في الماتش ديال لاي صفار تماك، راه كنتي والو، ما لقيتيش حلول في الكوتي اوفونسيف. عندك عامين اخويا نفاتي ما كنشوفوش في الماتش ديال ليفار، ما كنشوفوش في الماتش كونتر الوداد، ما كنشوفوش في الماتش كونتر بركان، ولكن فاش كان مزيان شفتيه ضد الماس خاص هذاك اللي ياخذ عليه الغول وراه خرج موعد هذا الشيء مزيان كونتر الماس زيد. ولكن هادشي اللي بغيت نوصل ليه اسيست مرات واحد ما بقيتيش في شي ماتشات، فرقه كامله مبنيه على لعاب واحد في الكوتي اوفونسيف. شرارات سي جوور اللي مزيان بصراحه، ولكن باقي خصو الوقت باش انه يكون تيتولار. بالنسبه لي انا خاصك لعاب اللي مكونفيرمي في البطوله. جو بونس ما كيف ذكرت ما كاينش محسن من الدحماني 13 البيت بالنسبه للاكسونتري، شي حاجه اللي مزيانه. دونك انتداب ديال الدحماني بعيدا على القيمه الماليه والهراج راه كيبقى ريكروتمون مزيان لحد الساعه وحنا في شهر 8. ولكن واش غيعطي واش ما غيعطيش، لا انا لا عادل لا انت لا اناس لا 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 لا, لا اي واحد ما يقدرش على انه يقول لنا حتى نشوفوا الاداء ديالو في التيران. ولكن جلوبالمون ستا ريكروتمون اللي غادي يعطي بزاف الرجاء. كيف ذكرت لك لعاب اللي كونفيرما، لعاب اللي كيقصد، لعاب اللي يقدر ينفسك في الماتشات الكبار، ونشوفوا الايام شنو غتعطينا. مزيان ما يمكنش تخلى عليه شي فرق، ولا كنتي غادي تجيب شي براني بحال شراره. اللهم خلي شراره كما كنقول، اللهم خلي شراره صافي اللي كان تقدر تعتمد عليه في ماتشات الوقيته اللي كان مع منتخب الاردن في كاس العالم. كانت وقيته كما كنقولوا، كانوا كثرة الاصابات، كانوا ماتشات اللي البروفيل ديال شراره كان يقدر ينفع فيهم، كانوا بزاف ديال الامور. واخا باش نسدوه ديال الملف ديال يونس الدحماني اللي نات عليه الهضره بزاف، واخا راه دابا الرجاء خاويه كما كنقولوا، اغلبيه ديال اللعابه كاينين في لائحه المغادرين، باقي انتدابات ما كاين والو. دونك بقينا مقابلين الدحماني نسينا لي بوست الاخرين. الرجاء لعب على 3 الواجهات، مازال خاص الخدمه في الرجاء، مازال بزاف ديال الانتدابات، مازال ماشي غتجيب الانتدابات باش تجيب الانتدابات، حيت عند اللائحه الافريقيه خصها تدفع غير واحد النقطه. ولكن الريتم باش غادي راه الرجاء كان عنده واحد اللاعب اللي شويه نفس الشيء ديال الدحماني اللي هو رحيمي ستا جوغ ديال الاسباس، ولكن جا السلامي عرف كيفاش يدير التوظيف ديالو وخلاه لانه يعطي احسن ما عنده. لا ميم شوز بالنسبه للشاب حتى هو اللي عرف كيفاش يخرج منه لا هو لا مالونغو، وشفنا كيفاش كانت مزيان الرجاء مع الرحيمي.
ولكن ما كانش بداش مع غاريدو، كانش بداش مع غاريدو ما غاريدو رحيمي راه كنخدم ولكن على ستا جوا ديال الاسباس رحيمي ولكن في الاول متفقين على كاملين في الاول ولكن جينا حنا نبداو نقلبوا على الانتدابات هما لعابه في لي سبور اللي ديجا كونفيرما انهم يستاهلوا يكونوا هما مع اليوفا. هما جوج ديال الدراري، كاين واحد صراحه سميتو كنيتو كوري، واحد اللاعب كيلعب ايلي ديجا ماركي جو بونس شي 15 بيت مع الاي 18 باقي ما تعطاتوش الفرصه ديالو كاع. كاين اللعابه اللي مع ليكيب ناسيونال ولا انت اللي باغي دير سياسه التشبيب وانت باغي دير سياسه التشبيب واش البرودوي هو عندك، واش البرودوي نمشي نقلب عليه انا حتى يمشي يتالق في فرقه اخرى عاد نمشي نبدا نقلب عليه نشري فلوس. قدرت تشارك في كاس الكونفدراليه. واخا نشوفوا الوافدين الجدد شمس الدين قنيديل، اسحاق الزيداني ونص الدحماني. ندوي بعدا على الاولين شمس الدين قنيديل واسحاق الزيداني ديجا هضرنا عليهم هنايا. دريس خويا هضر شي سيف. نرجع خويا انس. شمس الدين قنيديل 23 عام، اسحاق الزيداني 25 عام. ديجا شمس الدين كنعرفوه، ديجا تفرجنا فيه مع مكناس، ديجا دار نقدر نقول الاياب ديال البطوله مزيانه مع مكناس، جاتو الفرصه ديالو كما كنقولوا استغلها، وديجا كان حديث معاه في الميركاتو الشتوي كان يقدر يتخلص الشرط الجزائي ديالو ويجي، لكن العلاقه الطيبه اللي بغات تبقى ما بين الاداره ديال مكناس والرجاء هي اللي خلات ان اللاعب استمر مع القدام حتى الاخر ديال الموسم. اسحاق الزيداني اللي كنظن ان شي واحد ما كان عنده الخبار انه يجي حتى ديك 3 ايام الاخرى يومين عاد بانوا الملامح ديال ان الزيداني قريب من الرجاء. واخا نبقاو شمس الدين قنيديل واسحاق الزيداني ديجا الاراء ديال الزملاء ديالي هنا عارفهم. خويا انس، شمس الدين، اسحاق الزيداني دي بروفيل مزيانين في البطوله، بروفيل كونفيرمي في البطوله. لا قنيديل الزيداني اللي دار سيزون وازي اكسبتابل مع الزمامره، مي واش هما لي بروفيل اللي غيقدروا يهزوا الرجاء اولا واش قنيديل هو البروفيل اللي غادي يجي يعوض خفيفي؟ هادشي اللي كنا كندويو عليه قبيله، سي كو بعض المرات الفرقه خاصها ماشي تفكر غير ماليا مي تفكر حتى رياضيا. اون فا فيغ اون باساسيون ما بين خفيفي وقنيديل في واحد 3 شهور ولا 4 شهور. الا مشى دابا خفيفي ومشى بانون، واش غادي دير لا باساسيون غتجي يلعب قنيديل رسمي؟ لا واحد القضيه انس اسمح لي قاطعتك. ديجا قنيديل غادي يلعب اريار غوش، ديجا هو جاي اريار غوش. دونك دابا خماس غالبا كاين في اللائحه ديال المغادرين، داك البوست بقى خاوي، ما يمكنش انك تعتمد على مقدم، دونك مقدم هو اللي غادي يعوض خفيفي. بانون في حاله ما مشى كاين بزاف ديال المفاوضات مع دي بروفيل شابه كما كنقولوا. اريار غوش ضربه لا اريار غوش ديجا شمس الدين قنيديل اريار غوش وي ديجا غيكون اريار غوش. دونك داك البوست ضروري تشوف ليه الدوبلور ديالو. وهذا هو المشكل اللي كان عندهم العام اللي فات، فهمتي؟ كان المشكل العام اللي فات راه كان الخماس كيريح وكان كيعتمد على مقدم. ملي مشى بالعمري دابا راه باش تعرف انه كان بالعمري في واحد الوقيته راه ما كانش البديل ديالو، وكان البديل ديالو بعد اصلا ماشي اريار غوش. لا اريار ضربه بعدي كان كيتلبق في اريار غوش. هادشي بصراحه ملي كتعطي كل واحد الخدمه ديالو شنو خصو يدير، هنا كيبين لا كاليتي ديال شنو كيخرج لك. بحال دابا مدير رياضي شفنا لانه عرف بان مقدام راه اكسيال ماشي اريار غوش، شاف على انه خصو ينتدب اريار غوش في السوق. جو بونس احسن 3 ديال لي زارير كانوا مزيانين، وروتو كارنيرو قنيديل. جبتي قنيديل ملي كتشوف زيداني باقي شاب، الا ما كونفيرماش هذا العام غيكونفيرمي العام الجاي، غدير بيت شبيب ديال ميليو تيران. سي فري كو انسيفيزون بالنسبه للرجاء، خصك لاعبين اخرين في ميليو تيران. الا حيدتي ميليو تيران غتمشي ما عرفتش واش نسبق دابا الدحماني ولا لا، ولكن لا بلاش الدحماني باغي نخليو ليه الباساج ديالو الراس. عرفتي علاش؟ حيت هاد البوليميك كامل اللي ناضت عليه وفي الاخر ما يصدقش ولا شي حاجه، راه مساله سلبيه بالنسبه للاعب غير باش تعرف. حنا نبقاو في اوت. بالنسبه لاوت ريكروتمون مزيان بالنسبه للرجاء، فهمتي؟ واش غيعطي مستقبلا ما غيعطيش، ولكن واحد القضيه الايام اللي غتبين. الا جينا نهضروا على التشبيب، راك ماشي في فريق زعما كيلعب في متوسط الترتيب، ولا راك في فريق ديال الالقاب. دونك الا جيتي تطبق التشبيب كيف ما قال راه خاصك تجيب لعابه اللي كونفيرميو من الاول وينافسوا على الالقاب. راه ماشي غنجيب انا لعابه باش انني نتسنى 4 سنين 3 سنين. الجمهور ديال الرجاء راه كيبغي كل موسم يخرج بتيتر. ولكن دابا بالنسبه لقنيديل راه جون وي وكونفيرما في البطوله، دونك شنو اللي يخلي على انك ما تجيبوش وتلعبوا تيتولار؟ فهمتي شنو؟ ولكن السؤال انا بالنسبه لي شي راه حتى هلال الفردوسي كان مزيان مع تطوان، في الدراجه ما كانش مزيان. هذاك الشيء اللي قلت لك نهضروا على هذاك الشيء